السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا في المتحف المصري الكبير هنتكلم على مجموعة الخزف والزجاج والرفايع اللي معروضة في المتحف زي ما انتوا شايفين كده، وديت المنتجات اللي مصنوعة من الفخار عند القدماء المصريين. معظمها حاجات كانت بتبقى في المقابر الملكية عشان يستعملها في العالم الآخر، كلها مقتنيات من الحياة اليومية زي ما احنا شايفين كده. فالنهاردة احنا هنركز في التصوير عليها عشان نبين لكم المقتنيات اللي بنصورها ديت، حاجات ممتازة وجميلة جدا. بسم الله ما شاء الله. وزي ما انتوا شايفين كده بنحاول نقرب بالكاميرا ونصور. ودي برضو بعض التماثيل القدماء المصريين، مجسمات اللي كانت بتتوجد في المقابر الملكية ومقابر الكهنة ومقابر النبلاء في العصور، عصر الأسرات، الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة. وزي ما انتوا شايفين كده نقوش على حجرية، أحجار، وبرضه نقوش اهيت جميلة جدا. ودي مقتنيات برضه من الفخار، مقتنيات معظمها للاستخدام في العالم الآخر حسب المعتقد المصري القديم. ودي مقتنيات برضو كانت بتبقى موجودة معاه، بيحطها معاه في المقبرة. وده يمكن الدليل على إن المقابر الملكية بتوجد فيها 5000 قطعة و6000 قطعة. وخير دليل على الكلام دوت مقبرة توت عنخ آمون، بتوجد فيها قطع من الذهب ومن الخشب ومطلية بالذهب ومن الأحجار ومن جميع المقتنيات داخل هذه المقابر. زي ما انتوا شايفين احنا بنحاول نقرب الصورة وتشوفوا قدام منكم المقتنيات. ودي مجموعة برضك من الأحجار وعليها نقوشات برضو موجودة، وبنحاول نقرب منها عشان نوريها لكم وتستمتعوا معانا بالمشاهدة. ويا ريت ما تنسوناش بدعمكم باللايك والمشاركة واشتراك في القناة والتعليق، لأن ده بيساعد على انتشار القناة. زي ما انتوا شايفين اهوت بنحاول نصور لكم على قد ما نقدر كل الحاجات ديت في المتحف المصري الكبير. وزي ما انتوا شايفين ودي قطع برضو بنحاول نقرب عليها نقوش. ودي برضو قطع بتبقى موجودة في المقابر من الحلي والاكسسوار، حاجات كلها حاجات جميلة من عصور مختلفة. طبعا احنا عارفين ان عصر الأسرات في مصر ابتدي من الأسرة الأولى حتى الأسرة 31، تنقسم للدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة. فدي كلها مقتنيات من عصور مختلفة